ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبشركم بهذا الكنز العظيم. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل حضرتك وتخيلي حضرتك لو أن أحدا طرق عليكم الباب وقال لكل واحد منكم أبشرك بكنز عظيم جدا في المكان الفلاني، بالله عليك ألا تفرح؟ طبعا ممكن، يعني ده مش هفرح وبس، ده أنا هطير من الفرح، مع إن كلام هذا الإنسان يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، صح كده؟ طيب بقى، فكيف إذا كان الذي سيخبرنا بذلك هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وما بيخبرناش عن كنز كمان في الدنيا، لا ده كنز في الدنيا وفي الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، كنز مخبأ لنا في جنة الرحمن، والذي قال ذلك هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، قال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال له: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فهي كنز من كنوز الجنة، ومع ذلك فهي في الدنيا تعيننا على أمر حياتنا، وهي كنز مخبأ لنا في الجنة. ولذلك واحنا خارجين من بيوتنا كل يوم بنقول إيه؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنز، واحنا خارجين بنستعين بالله، بننخلع من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته في أن يرزقنا وأن يكفينا شر الناس ويكفينا شر أعدائنا وأن يفتح لنا الأبواب وأن يكرمنا وأن كل خيرات الدنيا بفضل الله، بأن احنا توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهي كنز من كنوز الجنة، ومعناها أنه لا شيء يحدث في الكون إلا بحول الله وتقديره. وقيل معناها لا حول في دفع الشر ولا قوة في تحصيل الخير إلا بالله. وقيل معناها لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونته. يعني لا شيء يحدث في الكون إلا بتقدير الله وإرادته سبحانه وتعالى. فأكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله. فهي كنز من كنوز الجنة وباب من أبواب الجنة، وهي كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى وإذعان واعتراف لله سبحانه وتعالى بأنه لا خالق غيره ولا رب سواه ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وأن العبد لا يملك لنفسه شيئا إلا بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. كتروا على قد ما تقدروا من لا حول ولا قوة إلا بالله. فهي كنز من كنوز الجنة وباب من أبواب الجنة. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.